السلام عليكم. ماشي كل باب خاصو يتحل، وهاد الحكاية ماشي خرافة ولا فيلم. هادي حقيقة عاشها مهندس مغربي. دخل لدار بنت الباشا وخرج منها بنص روح. شد نفسك مزيان، طفي الضو واسمعني. هاد الليلة بنت الباشا غادي تطلع عليك. ما تنساونيش من لايك واشتراك، ويلا نبداو. كل شي بدا في صيف 2013. أنا أحمد، مهندس معماري، يلاه بادي في الحياة المهنية وكنت قاتل. حتى النهار فين جاني واحد المشروع وعرض مغري من عند مقاول كبير ومعروف بزاف في البلاد. المشروع كان ترميم وتجديد دار في المدينة القديمة باش تولي أكبر رياض سياحي. صراحة الدار كانت كبيرة بزاف، عندها هيبة وطراز مغربي تاريخي محض. كانت غتكون محل بزاف الزوار من أنحاء العالم. مشروع من الشوفة الأولى كيبان أنه مربح 100%، ولكن بنت الباشا كانت عندها كلمة أخرى. مشيت نشوف الدار اللي كانت واقفة شامخة في نص الديور العتيقة. الباب ديالها كان ديال العود ومنقوش عليه دار بنت الباشا. وانا كنحاول ندخل، حبسوني ناس الحومة اللي قالوا لي الله يهديك ولدي، هاد الدار راها مسكونة. بنت الباشا اللي كانت ساكنة فيها ماتت موتة غريبة ودفنوها تما، وقاع اللي كيحاول يرممها كيتصاب بالجن ولا كيموت موتة غريبة حتى هو. ما نكدبش عليكم، ديك الساعة ما دخلتش، ولكن ضحكت وقلت مع راسي أنا مهندس رجل علم، ماشي فقيه ولا مشعوذ باش نآمن بهاد التخربيق. وقعت العقد وبديت الخدمة ديالي. نهار الاثنين في الصباح مشيت أنا والمعلم الحسن وبزاف العمال اللي كانوا تحت الإشراف ديالي. بداو كيحيدوا الحجر القديم وكينقيو في الأرض، ولكن من أول ساعة بدينا كنسمعوا دقات جاية من تحت الأرض. الحفير غادي يبدا من لاكوغ، فين غادي يلقاو العمال صندوق قديم من النحاس مكتوب عليه طلاسم بالعربية القديمة وشي رموز ديال الفاعي. خديت من عندهم الصندوق باش نحلو، ولكن المعلم الحسن ما خلانيش. قال لي يا ولدي هذا راه باين ما يكون غير شي سحر قديم، وإلا حليتيه غتجبد عليك غير البلا. الصراحة أنا الفضول قتلني، ما قدرتش نصبر. خديت واحد المطرقة وبقيت كنضرب في الصندوق حتى حليته. قلت مع راسي يقدر يكون فيه كنز قديم، ولكن لا، لقيت فيه جوج ديال الكموسات اللي ملويين بالجلد ديال الحمار، وخاتم ديال النحاس عليه رموز ما مفهوماش. الخاتم كان كبير وزوين، هزيته ودرته في يدي ولحت داك الصندوق وداكشي اللي فيه في واحد القنت. من داك النهار الخدمة ولات مستحيلة في ديك الدار. كل نهار كيمرض واحد من العمال، وكل نهار كطرا شي حاجة جديدة وغريبة. بعض المرات كيبانوا لينا خيالات دايزين من المراية بالزربة، وتا واحد ما عارف شنو داكشي. هادشي غير ما غادي وكيتزاد، ولينا كنسمعوا الاصوات خارجه من القناة ديال الدار. بزاف العمال كيهربوا، حتى من المعلم الحسن قال لي انا ما بقيتش غنرجع ولدي، هادشي راه باين ديالهم، وإلا بقينا هنا غادي غير توقع لينا شي مصيبه. الخدمه حبسات، رجعت لداري ولمدينتي فين عاودت لمرتي هادشي اللي طرا معايا. ولكن حتى حاجه ما بقات كيف ما هي، كل شي تبدل. حتى من مراتي مرضات بزاف وما بقاتش كتنعس، ولات كتفيق بالليل كتغوت وديما مخاصمه معايا بلا حتى سبب. بعض المرات كتقول لي انت اللي جبتيهم معاك وانت اللي حليتي علينا باب جهنم. كنحاول نهدنها ونوصل ليها بلي هادشي كله خرافات، ولكن حتى انا مرضت. كل ليله كنشوف كابوس، بنت كتشبه الملاك، شعرها طويل ولكن وجهها نصه محروق، كتقول لي انا بنت الباشا، رجع الوديعه ولا غادي نديك معايا. دازت 6 شهور وحنا على نفس الحال، حتى قررت نهز مرتي ونمشي عند واحد الفقيه معروف في المدينة. راجل كبير في العمر، وجهه منور بالقرآن، دار لينا الرقية وقال لي هزيت يا ولدي شي حاجة اللي ما كانش خاصك تمسها. الصندوق اللي حليتي فيه سحر مدفون ديال بنت الباشا. دارت عقد مع الجن باش عمر دارها تباع ولا تشرى، وعمر شي واحد ما يسكن فيها. حتى جيتي نتا وحليتي داك السحر، والجنية اللي كانت حارساه دابا ولات عاشقة ليك. قلت ليه ودابا شنو المعمول؟ قال لي هاد النوع ديال السحر ما كيتحلش الا في البلاصه اللي تدفن فيها اول مره. دابا خاصنا نرجعوا للدار. رجعنا لديك الدار في نص الليل، انا والفقيه وجوج من تلامذ. طلقوا البخور وسط الدار وبداو كيقراو في القرآن وكيرسموا شي خطوط في التراب وشي آيات قرآنية. الهواء اللي كان داير بينا ولا ثقيل،
وبدينا كنسمعو صوت مرا كتغوت من تحت التراب. الفقيه ما حبسش من القرآن، بقى كيقرا بصوت عالي اللي كيهز الدار كاملة. واخا حنا في الصيف الدار ولات باردة بحال التلج، برد اللي كيقطع الجلد. حسيت بواحد الايد كتحاول تمسني، ولكن الفقيه زاد في القراية حتى طارت ديك اليد بحال الدخان. رجعنا داك الصندوق لبلاصتو ودفناه، والحمد لله من بعد ديك الليلة رجعت الأمور لطبيعتها، رجعت الضحكة لوجه مراتي، وانا حمدت الله وشكرته ونسيت كل شيء. حاجة وحدة اللي ما قدرتش نتفارق عليها، داك الخاتم ديال النحاس. ما عرفتش علاش، ولكن كنت كنحس بواحد الراحة غريبة ملي كنت كنلبسه، بحال الا فيه واحد الطاقة كتحميني. كان طلب مني الفقيه ندفنه مع الصندوق، ولكن انا خبيته. في ليلة من الليالي وانا راجع للدار، الشتا كطيح، دخلت وسمعت مراتي في الكوزينة كتغني واحد النغمة ما عمرني ما سمعت بحالها. قلت ليها: تبارك الله على صوت عندك لطيفة، شنو كتغني؟ سكتات، دارت بشوية وشافت فيا. كان وجهها نصه محروق والنص الاخر آية من الجمال. عينيها كانوا كحلين بزاف والضحكة ديالها كانت باردة. قالت لي: انا ماشي لطيفة. الدم تجمد في عروقي وغيبت. فقت على صوت مراتي اللي كانت مخلوعة عليا. ما بقيتش عارف واش داكشي اللي شفت بصح ولا غير كنت كنتخيل. داك النهار بدا الرعب الحقيقي. كنت كنفيق كل ليلة على صوت واحد المرأة كتغوت في ودني: احمد، الوديعة باقي ما رجعتش كاملة. فهمت بلي المقصود هو الخاتم. خديته من المكتب باش نديه مازال في ديك الليلة للفقيه. وانا خارج دزت من حدا الصالون فين لقيت مرا لابسة كتان بيض، شعرها طويل، وجهها نصو زوين ونصو محروق بحال اللي كنشوف ديما. كانت كتقرب مني وكتقول: اللي بيني وبينك ما غاديش يسالي، الخاتم ديالي ودمك حتى هو ديالي. جريت نحل الباب، ولكن الريح سداتو عليا. المرا واقفة حدا وجهي كتغوت حتى غابت عليا النفس. ما رجعات حتى سمعت صوت الأذان جاي من بعيد. موراها كل شي سكت. مشيت عند الفقيه بحال المجنون، عاودت ليه على كل شي. شاف الخاتم وقال لي: هاد الخاتم مربوط بروح بنت الباشا، ماشي غير سحر، هذا عهد ديال الدم. قلت ليه: وهاد المرة شنو المعمول؟ قال لي: هاد الخاتم خاصو يرجع للمقام ديالو الأصلي، باش يتحيد العهد خاصنا نقراو عليه فوق القبر اللي دفنوها فيه. ولكن المصيبة ما كاين حتى واحد عارف فين دفنوها بالضبط في ديك الدار. في واحد الليلة كانت الشتا من السما، مشينا انا والفقيه لديك الدار. بدينا كنقلبوا بين البيوت، من بيت لبيت، على وعسى نلقاو الشاهد ولا شي مارة تورينا القبر فين كاين. ما خلينا فين قلبنا في ديك الدار، ولكن والو، ما لقيناش داك القبر. شويه شعلات واحد الشمعة بوحدها في الطرف ديال البيت اللي تحتاني. مشينا كنجريو جهتها، لقينا واحد الصخرة صغيرة مكتوب عليها: زينب بنت الباشا، توفيت سنة 1880. عرفنا بلي هذاك هو القبر. الفقيه بدا كيقرا في القرآن، وانا حفرت تحت من الصخرة ودفنت داك الخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفك العهود وتحرر الأرواح. هذه آخر حاجة قراها الفقيه. فاش طلعت واحد الريحة من تحت الأرض بحال ريحة المسك، ثم عرفنا أن الروح تحررت. في ديك الساعة الغمامة اللي كانت على قلبي ما بقاتش. رجعت لداري اللي ما بقاش فيها أثر ديال الظلام. من بعد عام وفي الوقيته ديال الشتا وصلتني واحد الرسالة بلا عنوان، ورقة صفرة مكتوب عليها بخط زوين: شكرا حيت رجعتي لي راحتي، والعهد اللي بين الدم والنحاس ما كيتنساش. مرة غادي نزورك. من ديك الليلة كل مرة كتنزل فيها الشتا كنحلم بنفس الوجه، نفس العينين، نفس الصوت كيهمس في ودني: شكرا أحمد. دابا ومن بعد ما دازت سنين ما بقيتش كنهضر على الموضوع. الناس اللي كنت كنعاود ليهم كيقولوا بلي هذه مجرد تهيؤات، ولكن هذه حقيقة أنا عشتها، شفتها وسمعتها. دار بنت الباشا بقى ديما مهجورة، وقاع اللي كيحاول يشريها كيحس بضيق وكيهرب. أنا وناس المدينة القديمة بوحدنا اللي عارفين الحقيقة: الروح ما كتموتش، والسحر باب اللي فتحو محال واش مازال يعرف يسدو. كانت هذه هي نهاية القصة. ما تنساونيش من لايك واشتراك وتخليو لي تعليقاتكم زوينين، واللي عنده شي قصة
يخليها لي في انستغرام اللي غادي نكتب لكم في صندوق الوصف. باي.